السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان. نرحب بكم جميعا إلى قناة العلاء اليماني بالتعاون مع صفحة قرط في أجمل اللحظات التي قمنا بها في رحلة من مديرية المراشي، إحدى مديريات محافظة الجوف اليمنية، متجهين إلى المديرية المجاورة مديرية الحمايات، وهي ضمن محافظة الجوف، في رحلة علاج طبيعية سياحية ممتعة جدا. وكان في وداعنا جبل تان الشهير الذي ظهر قبل قليل في الصورة، وكان السحب من فوقنا تلوح كأنها تظللنا والأشجار من حولنا، فاجتمعت الماء والخضرة، لم يتبقى إلا الوجه الحسن. وخلال الرحلة استمرت إلى حوالي ساعتين بالسيارة في جبال ترابية وعرة، يعني عبر وادي مذاب الشهيد، وهو أحد أكبر الأودية اليمنية التي يسكب منابعه في محافظة الصعدة، ويسكب في محافظة الجوف إلى الربع الخالي. ووصلنا بعد مرور منطقة العصيدة، وهذا هو سوف نصل الآن إلى منطقة الواغرة، وهي عبارة نسميها باللهجة العامية الواغرة، لكن هي عبارة عن عيون سخنة، عيون ساخنة. هناك صلى الله عليه وسلم، لكن هناك الناس لا نريد أن نظهر صورتهم. عبارة عن عيون ساخنة تنبع من الأرض، بركانية، حمم بركانية ساخنة، نستخدمها منذ زمان بعيد الناس كعلاج طبيعي، وتستمر جريان المياه لا تنقطع حتى في أوقات الجفاف، لا تنقطع، تستمر طوال العام. وهذه المنطقة التي حول الواغرة منطقة غنية بالمياه الجوفية، حتى الوافدون أتوا إلى هنا واستخدموا مزارع، يعني أقاموا الأرض وزراعتها. وتظهر في الصورة الآن المباني التي تستخدم كاستراحات، يقوم ببنائها فاعلين الخير، يستخدمها الوافدون من جميع المناطق كسكن مؤقت لهم أثناء الاستجمام والرحلة السياحية. هذه مباني طينية من قديم، وقد قام فاعلون الخير قريبا بإنشاء مناطق مباني حجرية سبق لكم في الصورة، يستخدمها الناس كسكن. وهناك مدرسة وجامع، فتذهب النساء إلى الحطب، ويوجد سوق قريب للخضروات والفاكهة، يعني وسوق للغات، وكذلك للأغنام إذا أردت أن وذلك وفره السيولة أن تشتري لك اللحم في البحر، لحم طازج. ما شاء الله ما شاء الله، اكتملت الصورة يعني لديكم رحلة طبيعية ضمن مديرية الحميدات والواغرة في محافظة الجوف اليمنية. هذا السوق، وهذا الناس يأتون من المناطق القريبة يبيعون ما لديهم من أغنام لمن أراد، ويقوم بالرعي كذلك. الحمد لله، يعني تغيير جو من حياة المدينة وجوها الملوث، يعني من الهواء، إلى حياة البداوة، إلى حياة الطبيعة، إلى رحلة الاستجمام. قضينا فيها يومين، ثم عدنا من مدينة الحميدات واتجهنا شمالا إلى مدينة المراشي، حتى وصلنا الخط الإسفلتي الرابط بين مدينة المراشي ومحافظة عمران قريبا من سفيان، مديرية حفر سفيان، وعائدين إلى العاصمة صنعاء في رحلة تستمر 4 ساعات، 180 كيلو تقريبا. وهذه مدينة المراشي نودعها الآن. أتمنى أن ينال إعجابكم وتستمتعوا معنا بما نقدمه لكم من فيديوهات جميلة. وشكرا للأخ المصور سالم القانص، وإلى لقاء قريب في فيديوهات قادمة. لا تنسوا الاشتراك في قناة العلاء اليماني، ادعمونا باللايك والشير ومشاركة الفيديو، وأي انتقادات إيجابية ضعوها في التعليقات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.